تطورت صناعة الفوسفات في المغرب على مدى السنوات الأخيرة، واستطاعت مجموعة المكتب الشريف للفوسفات OCP المملوكة للدولة أن تحقق عائدات قياسية من صادرات الأسمدة القائمة على الفوسفات، جراء ارتفاع أسعار الأسمدة في الأسواق الدولية منذ الأشهر الأخيرة من سنة 2021، ويعود ذلك إلى انتعاش الطلب بعد جائحة كورونا والعقوبات الأوروبية على روسيا، التي تعد أكبر مصدر للأسمدة في العالم، بالإضافة إلى فرض الصين قيودًا على تصدير الأسمدة بغية تلبية احتياجاتها المحلية. وبفعل استحواذها على 70% من احتياطيات الفوسفات العالمية، تعد مجموعة OCP من بين كبار المنتجين للفوسفات ومشتقاته، حيث تبلغ حصتها في السوق العالمي للفوسفات حوالي 31%. ومع أن عمليات المجموعة توجد في 5 قارات، إلا أن توسعها كان ملحوظا في أفريقيا، خاصة بعد تأسيس فرعها OCP أفريقا في عام 2016 لتعزيز القدرات الزراعية على نحو مستدام في جميع أنحاء القارة ومواجهة تحديات الأمن الغذائي. ويتوافق هذا التوجه مع الرؤية الاستراتيجية للمغرب إزاء أفريقيا، فإلى جانب المكاسب الاقتصادية التي يحققها قطاع الفوسفات، تسعى الرباط لتقوية حضورها الدبلوماسي بوصفها فعلاً محورياً في القارة الأفريقية. ستلقي الضوء على توسع صناعة الأسمدة في المغرب، وحجم استثمارات مجموعة OCP داخل القارة الأفريقية، وبعدها الدبلوماسي. شكل قطاع الفوسفات أحد الدعائم الرئيسة للاقتصاد المغربي، إلى جانب قطاع السيارات وقطاع السياحة والزراعة، وذلك بفضل مساهمته المهمة في خزينة الدولة. وتعززت الصناعة الفوسفاتية بعد أن تحولت عمليات مجموعة OCP من الاعتماد على تصدير المواد الخام المتمثلة في الصخور الفوسفاتية إلى التركيز على معالجة الفوسفات وتحويله إلى أسمدة وحامض فوسفوري ومكملات غذائية للحيوانات، إذ ضاعفت المجموعة من قدراتها الإنتاجية في ظل ارتفاع الطلب على الأسمدة واستخدامها لزيادة إنتاج المحاصيل الزراعية، مما جعل المغرب أحد أكبر منتجي ومصدري الفوسفات ومشتقاته في العالم، وهو حاليا ثاني أكبر دولة منتجة للفوسفات بعد الصين، ورابع دولة مصدرة للأسمدة بعد روسيا والصين وكندا. وفي الوقت الحالي يعد المركب الصناعي الجرف الأصفر قرب الدار البيضاء أكبر منصة عالمية لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية، حيث تصل طاقته الإنتاجية إلى أكثر من 3 ملايين طن من الأسمدة وحوالي 2 طن من الحامض الفوسفوري في السنة. يطمح المغرب إلى استثمار ارتفاع الطلب العالمي على الأسمدة الزراعية جراء تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، لتعزيز قوته الناعمة على الصعيد الدبلوماسي ودعم قضاياه الأساسية عبر تقوية حضوره الاقتصادي في عدد من البلدان، مستفيداً من احتياطاته الضخمة من الفوسفات التي يحولها إلى أسمدة زراعية. منذ عودة المغرب إلى الاتحاد الأفريقي في يناير 2017، جعلت الرباط من تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية ضمن أولوياتها، ويعد الأمن الغذائي أحد المجالات التي يظهر فيها انخراط المغرب مع القارة، وذلك بتوقيعه عدة اتفاقيات مع 18 دولة أفريقية تتعلق بالمجال الفلاحي. فعلى رغم توفر أفريقيا على موارد مائية مهمة، وعلى حوالي 60% من الأراضي الصالحة للزراعة في العالم، فإنها تستورد أكثر من 100 مليون طن من الأغذية بتكلفة 75 مليار دولار سنوياً. وبغية الاستفادة من مواردها الطبيعية والاستجابة لأزمة الغذاء، أبرم العديد من الدول الأفريقية، من بينها إثيوبيا ونيجيريا وغانا، اتفاقات مع مجموعة OCP لتشييد منشآت تصنيع الأسمدة. من ناحيتها، عززت OCP أفريقا حضورها في 16 دولة أفريقية، بهدف مضاعفة حجم صادرات المجموعة من مشتقات الفوسفات إلى السوق الأفريقية، والاستفادة من الفرص المتاحة في ظل ارتفاع أسعار الأسمدة.
فعلى رغم التراجع الحالي للأسعار مقارنة مع السنة الماضية، لكنها لا تزال عند مستويات مرتفعة، وكانت المجموعة قد اتخذت قراراً برفع الطاقة الإنتاجية من الأسمدة من 12 مليون طن في عام 2022 إلى 15 مليون طن سنة 2023، وسيسمح هذا للمغرب بزيادة حصته في السوق العالمي للأسمدة، ووضع نفسه لاعباً استراتيجياً في الساحة الدولية. وبحسب إحصائيات رسمية، يهيمن المجمع الشريف للفوسفات المملوك للدولة المغربية على حصة تبلغ قيمتها 54% في الأسواق الأفريقية من منتجات الفوسفور في 2020، ويمتلك فروعاً في 16 دولة، منها غانا ورواندا والكاميرون والكونغو وإثيوبيا. وتعد نيجيريا أكبر دولة أفريقية مستفيدة من الشراكة مع المغرب، إذ يوفر المجمع أكثر من 90% من الطلب السنوي على الأسمدة. وفضلاً عن تصدير الأسمدة، ضخ المجمع استثمارات ضخمة في الدول الأفريقية من أجل مساعدتها على تحسين قدرات إنتاج الأسمدة، مع تقديم برامج للتدريب وبناء قدرات المزارعين في 35 دولة. ويتمثل الرهان الاقتصادي لمجموعة OCP في توسيع عملياتها داخل القارة الأفريقية، والبحث عن شركاء جدد لزيادة حجم المبيعات من الفوسفات ومشتقاته، بالإضافة إلى تطوير الانتفاع من الإمكانيات الطبيعية للجانبين، وهو ما يسمح لها بتوريد الأسمدة على نطاق واسع في دول جنوب الصحراء بأسعار ملائمة. ومن الملاحظ أن استثمارات المجموعة استهدفت الدول التي تحظى بالموارد الطاقية، خاصة الغاز الطبيعي، الذي يشكل مورداً أساسياً لإنتاج الأمونيا والأسمدة الأزوتية، إلى جانب توفر هذه الدول على موارد مائية مهمة، وأراضٍ واسعة صالحة للزراعة. وبالتوازي مع ذلك، يحاول المغرب اختراق الدول التي تتخذ مواقف سياسية مناوئة له بخصوص قضية الصحراء، وتوسيع دائرة الدعم الصريح لمبادرته حول الحكم الذاتي لأقاليمه الجنوبية على المستوى القاري. فعلى رغم تأكيد المغرب أن قضية وحدته الترابية هي المعيار الذي يحكم علاقاته الخارجية مع الفاعلين الدوليين، فإن الممارسة الدبلوماسية للمملكة لا تتمسك بهذا المعيار في علاقاتها مع الدول الأفريقية، بل تحرص على تقوية التعاون الاقتصادي معها في أفق كسب تأييدها أو إعلانها موقفاً حيادياً من قضية الصحراء، بحيث ركزت أهم مشاريع مجموعة OCP لإنتاج الأسمدة على البلدان التي لا تزال تعترف بجبهة البوليساريو، مثل نيجيريا وإثيوبيا وتنزانيا وأنغولا. في الوقت نفسه، من المتوقع أن يسعى المغرب إلى حشد دعم الدول الأفريقية من أجل تعديل القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، تمهيداً لإنهاء عضوية البوليساريو من المنظمة أو تعليق مشاركتها في أنشطة الاتحاد.